في حاجة يعني. طب هدومك باينة. ده اهم مشروب ممكن تشربوه في حياتكم قبل الغدا على طول. هقول لكم عليه بس في اللايفات الجايه. هلو عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم مختلف بالنسبه لي. انا بقالي كتير جدا 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 ما خرجتش. تقريبا من قبل ما اسافر برضه على فكره كنتش بخرج، يعني بقالي كتير ما خرجتش غير النزوله اللي انا نزلتها يوم ما رجعت من السفر يعني وكده. فالنهارده بقى نازله اشوف رغداء صاحبتي، بقالي كتير قوي ما شفتهاش، فنازله دلوقتي عشان اشوفها. طبعا رغداء يا جماعه يعني صبح، يعني رغداء ما عندهاش خروجات بالليل، لا يعني احنا دلوقتي الساعه 7 بالظبط، لازم ننزل بدري. طالما رغداء يبقى لازم ننزل بدري. فتعالوا بقى مع بعض نشوف رغداء ونشوف بالليل هنعمل ايه وهنكمل بقيه اليوم ازاي. عايزه اقول لكم اصلا ان هي بتقول لي الساعه 5:30، انا افتكرت كانت تقولي تعالي ننزل دلوقتي. قلت لها يا ستي دلوقتي ايه، انا بصحى اصلا الساعه 4، يعني انا بصحى متاخر جدا. قلت لها انت واحده بتصحي من الساعه 8 الصبح 9 الصبح، انا بصحى الساعه 4. فقلت لها استهدي كده. هنا بقى كنا وصلنا المكان خلاص، وده مكاني المفضل، وطبعا انتوا عارفين ده ايه، ده سويس باستري يا جماعه. احلى مكان في السويس ممكن تاكلوا من عنده حلويات بتبقى رهيبه بجد. المكان انا بموت فيه وبحب جدا اقعد فيه الصبح. زي ما انتوا شايفين هو بيبص على البحر على طول، يعني اللي تحت دي كيدز اريا ومدينة ملاهي صغيرة، واللي ورا ده اوتيل، ووراهم على طول بحر. ودي النوتيلا كيك المفضلة عندي، لازم لما اروح اكلها، او حتى وانا في البيت انا واسراء بنطلبها، او انا واخواتي وكده. كنت بقى اوريكم الاجواء بالليل عاملة ازاي. بصوا تحفة. احلى مكان ممكن تيجوا فيه في السويس عشان تاكلوا حلويات هو ده. وهنا بقى كنت خلاص خلصت ومروحة. اي خروجة يا جماعة مع رغداء بنزل فيها بدري قوي قوي قوي، وبروح فيها برضو بدري قوي قوي قوي. وهنا بقى الطريق ده اسمه طريق الشركات، ده بيوديني على طول على طول على البيت. بصوا بقى المفاجأة، احلى حاجة بحبها وكان نفسي فيها. بصوا قلت بقى ايه، الله الاكله حلوه بس كان ناقصها حاجه واحده بس. قلت له للاسف مفيش بيبسي، البيبسي عندنا خلصت. فروحت عشان ابدل حاجه لقيته مطلع من الفريزر البيبسي. اعمل ايه بقى انا، يعني بيبسي وبيتزا وكل حاجه، اعمل ايه طيب؟ احلى مفاجاه دي. طلع لسه في حاجه تاني غير البيبسي. ايه هي بقى؟ ايه الحاجه؟ هتقول ولا هتورينا؟ خلاص بعد الاكل، بعد الاكل توريني. بعد الاكل هقولك. ماشي بعد الاكل هشوف بقى ايه المفاجاه التالتة. لما نشوف بقى ايه المفاجاه، يا ترى حاجه من اللي انا كنت متوقعاها ولا لا. لان انا اصلا والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله انا قاعده عماله اقول ايه ده، انا نفسي بيتزا من قبل ما اسافر ما اكلتهاش من المكان اللي قلت لكم عليه اللي هو عند ماما. فنفسي فيها اصلا قوي. فقلت ايه هشوف هجيبها ولا لا، يعني هعرف اجيبها ولا لا، وريني كده شكلها. فقلت مش عارفه بقى ايه اقول له يجيب ولا لا، فقلت خلاص ايه مش مهم، ده انا اصلا هنام. فسبحان الله داخله المطبخ لقيته جايبها، قلت له ده ناقصها بيبسي، لقيته جايب البيبسي ومخبيها. هنشوف بقى المفاجاه التانيه. ودي بقى كانت المفاجاه اهي. دي المفاجاه لان انا اوعي طيب ابعدي عن الكاميرا شويه. طب روحي اقعدي يلا على الكرسي بتاعك يلا. انا بعشق المانجا السكري، بعشقها، وكنت مستنياها تنزل. لقيتها من كام يوم زي ما انا جبتها، فلما وريتها لكم ان انا جبتها، بس كانت حادقه جدا، كانت خضرة اصلا وكانت حادقه وما كلناهاش. فهي بقت صفرة، ودي بقى المفاجاه، وفي مفاجاه كمان. في حاجه يعني. طب هدومك باينه. ها في ايه يا لولا؟ في ايه؟ لا نزلي يلا. هي اللي قالت على استني فكرة. بس استني خليكي زي ما انت زي ما انت. هقول لك على حاجه، اصبري يا بنتي اسمعي الكلام. طب قولي لي بس، ده انا بهزر معاه. بهزر معاه. انا اصلا ما بحبهوش. في ايه يا حاج؟ كتير يعني في ايه؟ ها؟ كتير في ايه؟
المشكله يعني استني، لا خليكي زي ما انت زي ما انت. احنا بنتكلم وانت قاعده بعيد. لا خلينا نتكلم مع بعض. ايه المشكله يعني؟ فيها ايه؟ هو انت اتحجبتي امتى اصلا؟ لا تقلعهوش، ده انت كده مستوره. واللي انت رصاده ده، وايه البهدله دي؟ انت عامله حاجه كده يعني؟ مش وقتكم انتوا دلوقتي. ليه مش وقتنا؟ شعرك باين اهو يابا كده. عيب. ماشي هو عادي. طب مين دول اللي قاعدين حواليكي دول؟ لولي، فولي، ابو عيون، نوح. نوح. ده نوح بصي. اسمها طب نور. قوليلي بس، قوليلي نعم. قوليلي هنا، ركزي معايا. خير. خير ان شاء الله. بكره هتصحي بدري على فكره. انت قمتي ليه؟ بلعب بالعربية. طب بصي لي هنا. في ايه؟ مين اللي حاطط الهدوم دي هنا؟ انا ليه؟ بلعب. طب بصي، بكره هتصحي بدري، يعني لازم تنامي بدري. هصحى الساعة 10 بالليل. ليه هتصحي الساعه 10؟ هتصحي الساعه 10 بالليل ليه؟ انت اللي هتصحي تعملي الغدا بكره. يا ريت يسمع من بقك ربنا. ليه ما بتعرفيش تعملي الغدا؟ يا ريت انا بعرف اعمله. تصحي بدري وكفايه نوم. يا ريت. ولا ايه رايك بكره ما نعملش غدا خالص؟ لا بكره. هاي بكره انا بجد نفسي اعمل الغدا. ماما ما تخلينيش اعمل حاجه ولا احط البانيه في الزيت ولا اعمل اي حاجه. ما انت ما ينفعش تحطي بانيه في الزيت، وبعدين اساسا انت خم نوم، بتصحي تاكلي على طول، هتقعي. عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بعشق اضرب. تضربينا ليه؟ تضربينا ليه؟ استني بس، ارجعي كده. بتكرهني؟ ليه بتنساني؟ عادي. بكرهك؟ يعني انت قصدك ان انا بكرهك ولا بحبك؟ بتكرهني. انا بحب ماما. انت بتسالي انت عايزاني اكرهك ولا احبك؟ ما تساليني انت، مش بتقولي انت بتكرهني. انا ما بكرهكيش. بتحبك ماما ما بتحبهاش. امال بحب مين؟ يمكن انا بس. انت بس؟ ليه ما ينفعش؟ لا عادي. يعني اكره ماما واحبك انت ولا احب ماما واكرهك انت؟ تحبيني انا وتكرهي هي؟ اكره مين؟ لولي؟ اه. لا لولي ما ينفعش اكرهها. لولي بحبها برضه، حبيبي ده لولي. صح يا لولي؟ نيلي خلاص كده قفشت. قفشت. نيلي بصي. مالك يا لولي؟ انا عايزه اروح عند تيتا. ليه؟ مش عايزه اشوف حد منهم. ايه ده مش عايز تقعدي معايا انا ومامي؟ لا. ليه؟ هتروح عند تيتا؟ وقفلوا بقى. اقفلوا. انا مش بعمل حاجه، انا بنور بس عشان بشوف حاجه. طب انت اقفلوا البتاع ده. لا بنور انا. اقفلوا. مفيش حاجه بتعمل. انت عايز تروح عند تيتا ليه؟ اقفلوا. طب انت عايزه تروحي عند تيتا ليه؟ مش هرد. مش هتروحي عند تيتا ليه؟ مش هرد. قولي لي بس، بصيلي. هتروحي عند تيتا ليه؟ مش هرد. ردي عليا. مش هرد. خلاص عايز تروح عند تيتا روح. هتعرفي تروحي لوحدك؟ اه. هتروحي ازاي لوحدك؟ عايزة هطلع بره من على الشارع ومش هيخلوه قدام تراوي. الف وهنا بقى كانت خناقتنا مع لولي انتهت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لولي هي كده صح ولا غلط.